بتبصي لي كده ليه والمكر جوه عينيك؟ كل العيون حواليك قاتلها سحر عينيك. حبيبي يما بحبه يما، اصفر احمر اخضر. يعني انا اللي هفضل كده من غير جواز؟ ده حتى مش كويس على عقل الباطن يا اخواتي. يا اختي جماله حلو، يا اختي شبابه حلو، كتاكيته بني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة ان شاء الله في رحلة فنان، وهنتكلم النهاردة عن، طبعا كلنا عارفينها وسمعنا الافيهات بتاعتها، وهي الفنانة الراحلة الله يرحمها زينات صدقي. لو اول مرة تشرفيني ما تنسيش طبعا تنزلي على طول تعملي لي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل اشعار بكل جديد من منوعات لميا. ونكمل كلامنا عن زينات صدقي. بتشير يا حبايب قلبي حفيدة زينات صدقي، وبتقول ان اسمها الحقيقي هو زينب محمد سعد، وولدت عام 1913 في 4 مايو. ورغم ده كان الكثير بيشيع الكثير ان هي يهودية. والمعلومة والله اعلم، طبعا المعلومة دي ذكرها محمد ابو الغار في كتابه يهود مصر، وذكر اسمائها ضمن الفنانين اليهود، ومؤكد انها صححت اكيد المعلومة دي في اكتر من مناسبة، واعتذر عنها الدكتور محمد، والحمد لله ان هي طلعت طبعا مش يهودية. نكمل تفاصيل اكتر عن زينات صدقي. عملت الفنانة زينات صدقي في بداية حياتها كمونولوجيست وراقصة، لكن أسرتها اعترضت على عملها في الفن. راحت هربت منهم للبنان مع صديقتها خيرية صدقي، وحملت اسمها وأصبح زينب صدقي، حتى التقت بالفنان نجيب الريحاني الذي مد لها يد العون وضمها إلى فرقته وأسماها زينات، منعا للخلط بينها وبين الفنانة زينب صدقي. تزوجت مرة واحدة في بداية حياتها، ثم مرت بانفصال سريع بلا أطفال، واشتهرت في السينما بأداء دور العانس، وشاركت الفنان إسماعيل ياسين في العديد من الأفلام السينمائية، كما عملت ضمن فرقته المسرحية. وقل نشاطها السينمائي في آخر حياتها، وعانت حتى حصلت على شهادة تكريم ومعاش استثنائي من الرئيس أنور السادات. كان يا حبايب قلبي بالنسبة لأعمالها، كان أول أعمالها السينمائية كان فيلم وراء الستار سنة 1937. ومن بين أعمالها التي علقت في الأذهان فيلم الأنسة حنفي وابن حميدو وإسماعيل ياسين في الأسطول وحلاق السيدات، الذي يعد الفيلم الوحيد التي لعبت فيه دور البطولة مع الكوميدي عبد السلام النابلسي. وفي نهاية الستينات من القرن الماضي، ومن الألقاب الظالمة التي حصدتها زينات باسم عانس السينما، رغم أنها تزوجت، إلا أن ظهورها الظريف على الشاشة والجمل الساخرة التي كانت تطلقها في أفلامها جعل محبوها لا يزالون يستخدمونها كإفيهات إلى وقتنا الحالي. ومن بينها إيه يا حبايب قلبي؟ عوض علي عوض الصابرين يا رب. الإفيه التاني بتقول إيه؟ انت شايفني ناقصة رجل ولا ايد، ولا يمكن عورة، ولا يمكن خرصة، ولا يمكن. تالت افيه يا حبايب قلبي ليها: الوحش الكاسر، الاسد الغادر، انسان الغاب، طويل الناب. وكمان يا حبايب قلبي: يا سارق قلوب العذارة. طبعا كلنا كل ما نقول حاجة من الافيهات او الكوميك بتاعها بنفتكرها على طول، وبنفتكر قد ايه كان دمها خفيف، وقد ايه كانت محبوبة، وكانت افلامها جميلة، وكان بديها كده طابع خاص. الله يرحمها ويغفر ليها يا رب. كمان يا حبايبي من ضمن الافيهات بتاعتها اللي هي كانت بتقول ايه: يا اختي جماله حلو، يا اختي شبابه حلو، كتاكيته بني. وطبعا مجموعة من الافيهات اللي ذكرناها في اول الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. احلى اخوات واحلى صحبه، يلا انزلوا على طول اعملوا لي لايك، اعملوا لي اشتراك في القناه، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وبالنسبه ل ضيفتنا النهارده فنانتنا الجميله الله يرحمها زينات صدقي، اتوفت يا حبايب قلبي. توفيت يا حبايب قلبي فنانتنا الله يرحمها سنة 1978 في شهر مارس. وطبعا دفنت في مدافن كانت هي عاملاها، سمتها مدافن عابري السبيل. كانت بيدفن فيها الناس اللي أهلهم
بسطة هوي ما عندهمش مدفن يدفنوا فيه. رحمة الله عليها، ربنا يرحمها يا رب ويجعل المدافن دي صدقة. وربنا يغفر لنا ويغفر ليها، وان شاء الله باذن الله يا حبايبي هشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يكون نال اعجابكم ورضاكم. واحب اشكر كل اخواتي اللي حضروا معايا العرض كعرض اول، شكرا ليكم. احب اشكر كل متابعيني من جميع انحاء الوطن العربي. ما تنسوش طبعا تدخلوا على جميع الفيديوهات، هتلاقي قصص جميلة جدا لمختلف الفنانين، هتلاقي قصص متنوعة مختلفة بين رعب وبين عبرة وبين مؤثرة. اتمنى قناتي تكون قناة مميزة وخفيفة على قلبكم، ويا رب اكون بقدم لكم محتوى مفيد بتستمتعوا بيه. واحب اشكركم جميعا، شكرا على استماعكم وشكرا على وجودكم. اشوفكم في فيديو جديد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنتم مع منوعات لميا، في حفظ الله جميعا.